السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين، ازيكم يا احلى مشاهدين، ان شاء الله دايما تكونوا بخير وبالصحة متمتعين. النهاردة الحلويات السهلة طبعا استعدادا لشهر رمضان الكريم. لازم طبعا نبقى مستعدين، ولازم طبعا نبقى بأقل الامكانيات نعمل احلى الحلويات. معاك شوية دقيق على شوية زيت بس كده وشوية سكر، وهنعمل الحلويات التحفة الجميلة بتاعتنا دي السهلة البسيطة اللي ممكن تعمليها من غير ما تطلعي من بيتك، وبأقل الإمكانيات تعملي لك طبق حلويات، إنما حلويات طعمها جميل وحلو وطري وهش وفعلا جميل. معانا 3 كوبايات من الدقيق، عليهم بيضة، عليهم طبعا باكوين من الفانيليا، رشة الملح شيء أساسي طبعا مع الدقيق بتاعنا، وعليهم طبعا معلقة كبيرة من الشيف كيك او البيكنج باودر. انا كده معايا الكيس كنت فاتحاه وكنت واخده منيه قبل كده، وهو بمقدار معلقه كبيره. هنقلب كل المكونات بتاعتنا دي، وطبعا نعمل ايه، نبسها بالدقيق بتاعنا ده كله، لازم تبسيها بالدقيق بتاعك. وبعد كده معاكي شويه ميه انزلي بيهم عادي خالص. اول ما تنزلي بيهم لازم تبسيهم الاول، وانزلي بعد كده بالميه تدريجي، ميه من الحنفيه. يعني مش هنكلفك، لا طبعا لا تحطي سمنة ولا تحطي طبعا ولا تحطي لبن ولا أي حاجة. يعني هي شوية الدقيق على البيضة وبس وشوية زيت وخلصنا. يعني هنعملهم في أقل من 5 دقايق تعملي حلويات حاجة كده عظمة. هنعجنها كويس زي ما احنا عارفين ومتعودين. لازم العجينة بتاعتنا او لازم تكون مخدومة، ولازم طبعا ايه تكون فيها عرق ومطاطة. انا كده هعجن في البولة بتاعتي. طبعا البولة بتاعتي مش مساعداني ان انا اعجن العجينة بتاعتي كويس. لا انا هروح طبعا فين، على الرخامة. وانت ايه تاخدي وتدي في العجينة بتاعتك وتديها عرق مطاط علشان تبقى هي مخدومة معاكي كويس وتديكي نتيجة طبعا مضمونة إن شاء الله. كده معانا العجينة بتاعتك هتعجني فيها لمدة كده إيه 10 دقايق 7 دقايق بس، تعجنيها بذمة وضمير كده زي ما انت شايفة. لازم تاخدي وتلتي فيها كتير علشان تحسي إنها إيه تديكي عرق كده وتديكي مطة. بعد ما تعجنيها كويس طبعا هعجنها كويس وبس كده، وهسيبها في البولة بتاعتي. وبعد ما هسيبها في البولة خلاص كده هنحطها ونسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة بس، مش أكتر من كده. يعني ربع ساعة، وبعد كده نبتدي نعجن نبتدي نفردها. طبعا كانت العجينة بتاعتنا سهلة ومش محتاجة طبعا يعني إن شاء الله فرد كتير. يعني لا هتفردي ولا طبعا هتحتاجي فيها مجهود خالص نهائي. طبعا كده العجينة بتاعتي كانت جميلة وفيها كده مطة وفيها عرق. ونحطها في البولة بتاعتنا ونسيبها لمدة ربع ساعة. ومعاكي كده شوية نشا، هاتي شوية نشا. ليه مش هتحطي لها دقيق؟ لا انا مش عايزه افردها على دقيق، انا عايزه افردها بالنشا، لان النشا بتاعنا يعني معلومه كده يا جماعه كده على الماشي، ان النشا بتاعك لما اي حلويات عندك تحبي تقليها في الزيت او يعني تتقلي في الزيت عادي، النشا ما بيتحرقش جوه الزيت. اما الدقيق بيحروق معاكي وطبعا يملالك البيت دخانه والكلام ده، اما النشا لا. انا كده فردت شويه نشا، يعني عشان ما تفرديش بالدقيق افردي بالنشا اسهل، لانه مش هيتحروق معاكي في الزيت، لانك لسه هتقليها في الزيت، فعشان ما تعملش معاكي حروقة في الزيت تعملي كل الكمية في نفس الطاسة من غير ما الزيت بتاعك يتحرق. هفردها كده بالنشا، هفردها عايزاها كبيرة وعايزاها طبعا ايه السمك بتاعها يبقى خفيف، مش عايزاها تخينة. هفردها معاكي بالفرادة بالمفردة بالنشابة بأي حاجة تفرديها معاكي. أهم حاجة تفرديها لي ويكون السمك بتاعها خفيف. معاكي معلقة، عايزة ما تحطيش سمنة، احنا قلنا مش هنحط سمنة. أنا كده كان معايا مكعب زبدة، مكعب الزبدة بتاعتي ده برضو قلت أحط لها مكعب الزبدة. مكعب الزبدة يا جماعة بيديها طريان من جوه، بيخليها زي حاجة كده مفرغة معاكي هشة. بص يعني حاجة لا تذكر. عايزة تدهنيها كمان زيت ادهنيها
هتدهنيها زيت هتدهنيها عادي ما فيش مشاكل، زبدة ادهنيها، سمنة ادهنيها، بس أنا زي ما قُلت لكم مش عايزة أحط فيها طبعًا سمنة نهائي، هي مكعب الزبدة ده وهادهنها كلّها، وبعد كده هنشوف طريقة التانية بتاعنا علشان تبقى جميلة وتبقى مورقة معاكِ وطعمها هش وخفيف، وممكن طبعًا يعني فعلًا من دقيق وشوية مَيّة وبتعملي حاجة كده جميلة، حاجة وهم، حاجة يعني تحفة في الآخر. والله العظيم لو جربتيها مش هتندمي إنِك هتعمليها، اعمليها بنفس الطريقة وادعي لي. طبعًا كنت عاملة مقدار الشربات بتاعي كوبايتين من المَيّة، عليهم كوباية ونص من السكر، عليهم عصرة ليمون. كمان بعد ما يغلوا يا جماعة أنا كده الشربات بتاعي باحط له على طرف المعلقة اللي هو إيه ملح الليمون. ملح الليمون يا جماعة زي العسل الجلوكوز، بيخلّيه جميل وما بيسكّرش معاكِ. يعني كده بتحطّي له كده إيه، زي رشّة كده، يعني حاجة لا تُذكر بعد ما المَيّة والسُكّر يغلوا بعد عصرة الليمون، حُطّي لهم إيه، سِنّة ملح الليمون. والشربات بتاعتي كده يعني غليت وتمام التمام، وطلّعتها كده خلّيتها إيه، خلّيتها على جنب لحد ما تبرد. هابتدي طبعًا زي ما شُفتوها تنيتها كده وغلّفتها زي المربّع كده وسِبتها لمدة إيه، 5 دقايق أو 10 دقايق علشان تبقى سهلة معايا في الفرد. أنا كده سِبتها ترتاح وهاروح أفردها تاني. هافردها دي آخر فردة هافردها، يعني زي ما شُفتوا الأول فردتها وبعد كده حطّيت لها زبدة، وبعد كده طبّقتها زي ما يكون مُربّع معاكِ. كده هاحُط النشا تاني تحتيها، مش هافرد زي ما قُلت لكم على دقيق، ده هو النشا اللي أنا فردته الأول. بس مش أكتر من كده، والله، والله من غير قسم يا جماعة، تحفة، 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 وحاجة سهلة وخفيفة. اعمليها وأنتِ واقفة مش هتاخد منيكِ وقت والله ولا مجهود، يعني كل ما هنالِك غير هُم شوية الدقيق هتفرديهم فردة مش مجهود أوي زي ما أنتم شايفين أهو، بامشّي عليها النشّابة مشي والله يعني مش فيها تعب ولا فيها أي حاجة. بس كده هنفردها، وبعد ما نفردها بالسكينة، بالقطّاعة بتاعتِك، بأي حاجة قطّعيها زي ما أنتِ عايزة، مثلثات قطّعيها، مربعات قطّعيها، زي ما تحبي الشكل اللي يعجبِك، دواير قطّعيها. أنا كده هاقطّعها عشوائي زي ما أنتم هتشوفوا معايا، زي ما شُفتها في أول الفيديو، مربعات عادية خالص. كمان عايزة تعمليها مثلث اعمليها، عايزة تعمليها دواير اعمليها، زي ما تحبي إيه قطّعيها. كده معايا طاسة كانت على النار وسِبتها طبعًا إيه، تبقى متوسطة، يعني لا هي الزيت بتاعها سُخن ولا طبعًا إيه، الزيت بارد، هاخلّيها وسط وهانزل طبعًا إيه، بال ال بالعجينة بتاعتي زي ما أنتم شايفين بعد ما تقطّعيها وتحطّيها طبعًا في الزيت وتتحمّر وتنزلي بيها في إيه، في الشربات. بس كده أنا عايزة السمك بتاعها خفيف يا جماعة عشان إيه هتطلع لِك من جوّه طبعًا مورقة وزي العسل. قطّعيها زي ما أنتِ تحبي وبعد كده على زيت طبعًا متوسط حطّيها وبس كده، وحطّيها في الشربات وفي طبق التقديم قدّميها، عليها كمان معاكِ أي حاجة عايزة تزيّنيها بيها، طبعًا جوز هند حطّيه، مثلًا عايزة تحطّي عليها شوكولاتة حطّيها، اللي أنتِ طبعًا متوفّر معاكِ أي صوص عنديكِ، شوكولاتة، مثلًا كراميل، صوص فراولة، اللي معاكِ الموجود معاكِ حطّيه. مش يعني حاجة يعني من أبسط ما يكون. أنا عندي شوية جوز هند، حطيت شوية جوز هند كده وخلاص زيّنتها بيهم، وبقي طبعًا طبق زي العسل وتحفة وجميل، وطبعًا يا ريت تجرّبيه ومش هتندمي إنِّك تجرّبيه. كده خلّصنا معايا زي ما أنتم شُفتوا تقطيع عشوائي، وطبعًا كلّه اللي أنتِ شايفاه المربعات دي قليناها طبعًا في الزيت، ومن الزيت للشربات بتاعنا اللي إحنا عملناه، وعلى طبق التقديم تقدّميه وبألف هنا وشفا. ويا ريت طبعًا يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت يكون استفدتوا منّي، وما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، طبعًا وما تنسوناش بالكومنتات الجميلة. وطبعًا كده وصلنا كده لنهاية الفيديو،
ويا ريت يا ريت بسرعة على طول جربيه ومش هتندمي إنِك هتعمليه. طبعًا كده هاقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.